السلام عليكم. مبرد ميمو سي اكس 07 هل يستحق الشراء ولا لا؟ هو العلم المبرد ده انا شاريه بفلوسي عشان محدش يجي يقول لي اعلان او كده. المهم المبرد معايا من امبارح، وحرفيا يعني قاعد تحت خبرات شاقة جدا، لعبت كتير جدا عشان اعرف هل هو كويس فعلا ولا لا، وانقل تجربتي ليك، لان انا هدفي الاول والاخير ان انا افيد اي حد. هو برضو قلت اعمل المراجعة دي لان لو اي حد معاه نفس موبايلي او نفس فريماتي وكان عايز يجيب المبرد ده، هل هينفع معاه ولا يجيب حاجة اقوى؟ فنخش في الفيديو على طول من غير مقدمات. فالمبرد هيجيلك في علبة زي دي، هتشدها لفوق، تسحب. عشان بس ايه، انا بقولك يعني انا عارف ان انت فاهم وبتعرف تفتح العلب وكل حاجة، بس انا بقولك عشان متقطعش العلبة. المهم، هتلاقي كليبس فوق هنا اهي، تقوم شده لفوق وتفتح العلبة. اول حاجه هيطلع معاك المبرد، والمبرد مستخدم وانا مستعمله مش جديد، بس انا اللي مرجع كل حاجه زي ما كانت. هطلع المبرد من العلبه، او حط المبرد على جنب دلوقتي، او نرجع لو هنرجع نحطه على جنب. اول حاجه بيجيلك مع المبرد دبوسين، عشان لو انت مش عايز تستخدم الماك سيف وعايز تشبك المبرد على الموبايل بالدبوسين، حطهم على جنب برضو. هيجي معاه فرشة لتنظيف المبرد وهتنفعك جدا، حطها على جنب برضو. وهيجي معاه من اهم الحاجات اللي بتيجي معاه وصلة من شركة ميمو ذات نفسها، اي على علامة ميمو. الوصلة بأمانة الماتيريال بتاعتها كويسة جدا، ممكن يعني كويسة بنوعا ما، بس هي مش وحشة ولا كويسة، وسط. الوصلة يعني الماتيريال بتاعتها وسط، تستحمل معاك. حطها على جنب برضو. ونيجي لآخر حاجة، نرفع بس البتاعة دي. هيجي معاك قطعة المكسب أو قطعة المغناطيس زي ما انتوا بتقولوا عليها، والكتالوج. كده يكون العلبة فضت معانا. ماشي، نرجع بس كده الكتالوج، ونحط العلبة على جنب، ونفرش الحاجات اللي جاية مع المبرد. ماشي، والمبرد طبعا ذات نفسه. لا بس كان شكل المبرد ذات نفسه شكله عامل ازاي. اهو طلع من الكيس، ده شكل المبرد. عايزة من ورا، تسحبها كده اهو، اتسحبت. اول حاجة عندك طريقتين لتثبيت المبرد. الطريقة الاولى القطعة المكسف دي، قطعة المكسف دي الناحية التانية بتاعتها دبل فيس، بيتشد من هنا اهي، تقوم شدتها ثانية واحدة عشان لكم حتى، بس انك كده مش قادر ارفعها اهي. بصوا اهي مغناطيس إيه، لما صلي على النبي، لازقة دبل فيس، بتحط في الموبايل من ورا. بس انت لو تحطها على موبايلك يعني اتأكد ان الموبايل ده يبقى للجيمنج بس، او يبقى حط عليه جراب، لان القطعة اللي لو اتحطت تبقى صعبة اوي انها تتشال يعني. المهم، الماكسيف بتاعها كويس جدا جدا يعني ما شاء الله. بس مجرد بتحط صعب اوي ان هي تقع اصلا، وحتى لو انت جيت تشيلها يعني هتعفر معاها سنة بسيطة اهي، شالت. فاتاكد ان الماكسيف بتاعه كويس جدا. لو انت بتلعب جيروسكوب او الكلام ده هتنفعك جدا يعني، الا لو انت مثلا اندرتيكر وبتلعب معاه مصارعه فهتقع، بس يعني برضه في احتمال دي ممكن ما تقعش معاك يعني. والطريقه التانية الكليبسات. طب ازاي اركب الكليبسات دي، لان انا شايف انهم مش متركبين اصلا. بص، شايف السهم ده؟ في سهم عندك فوق اهو، شايفه؟ هتقوم حاود منه شمال، هتقوم جاي كده اهو، ثانيه اوريك كده اهو، وتقوم حاود المبرد شمال. شايف التكه دي؟ فتح، تقوم حاطط البتاع دي على جنب. عندك بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي، فتحة فوق فتحة تحت. هتقوم جاي هنا اهو، هتلاقي مدخل كده، ايوه الحتة الدايرة دي زي ما هي باينة في الكاميرا كده، دي تحطها في المدخل اللي قلتلك عليه. هتخلي الحتة دي موجهة لتحت كده ناحية الحديدة السودا اللي بتبرد الجهاز، وتقوم مدخلها في الفتحة بتاعتها، ثبتت. ونفس الكلام الناحية التانية، مش هعيد كلامي تاني، واهو ثانية واحدة، ركبت على طول. ماشي، بتقوم مرجع الوش تاني. اقول لك ترجع الوش ازاي. هتقوم جاي كده اهون، حاطط اللهم صل على، لا الناحيه التانية. تقوم جاي كده اهون، الحته دي، شايف الحته دي؟ ثانيه، شايف الحته دي؟ هتقوم رايح حاططها هنا اهو في الحته الفتحه بتاعتها هنا اهو، تحطها كده اهو، لف العكس كده، اقفل معاك. دي كانت الطريقه التانية اللي احنا ينفع نثبته بيها. طب تعالى اما نجربها كده تجربه عمليه على موبايل. ده طبعا مش الموبايل اللي أنا بلعب بيه، الموبايل اللي أنا بلعب بيه اللي أنا بصور بيه اهو، وثبت. فلنكن ان الحرارة بتطلع من هنا اهو، فانا هثبته هنا اهو، الحرارة بتطلع من تحت، هنزله سنة لتحت كده اهو. نفس الموضوع برضه في قطعة الماكسي، شوف الحرارة بتطلع فين في موبايلك والزقها فيها كده. احنا ايه، خلصنا طريقة التثبيت. تاني حاجة هنخش فيها وهي تجربة فعلية للمبرد. دي الراس دي ما شاء الله عليها قوية جدا يعني، ما علينا من الحاجات اللي دي، الراس دي قوية جدا يعني، تدي للمبرد حقه وزيادة. ودي حاجة لازم تتأكد منها، ان المبرد ياخد حقه ونص وزيادة.
عشان يعني هو 15 واط، يعني خليك في راس 20 واط عشان يشتغل معاك كويس. ماشي، انا هحط لي كده وصل اهي في الراس، هنحط الراس بسم الله الرحمن الرحيم في الكهرباء. ماشي، وايه، ونوصل المبرد من هنا اهو، شايف اهو المدخل بتاعها هنا اهو في الحته دي، بنوصل هيشتغل معانا زي ما انتم شايفين اهو، وهيبرد. نستنى بس كده عليه دقيقة واحدة، لا مش دقيقة، أقل من دقيقة. هو صراحة يعني بيبرد بسرعة، بس هل التبريد ده فعلا هيشتغل على الموبايل؟ فهنعرف رأينا بقى في آخر الفيديو. استنوا اهدى علينا في مراجعة كاملة إن شاء الله عن المبرد ده، وهخليك تطلع من الفيديو يعني عارف انك هتشتري، ان راح تشتريه ولا لا، تبقى واثق ان انت ده فعلا لو اشتريته هي فلوسك راحة في يعني راحة في حاجة كويسة ولا راحة في الأرض. فاهمني؟ زي ما انتم شايفين عمل قطرات ميه اهي باينه في الكاميرا. ماشي، هنحطه على جنب دلوقتي ونقفله. ماشي، دلوقتي بقى نيجي لأهم جزء. انا موبايلي ايفون 11 عادي، 60 فريم في اللعبه، بيسخن صراحه بيسخن جامد، لان انا ببقى قاعد في مكان مفيهوش مروحه، ده في العادي من غير المبرد. هل المبرد ده اختلف معايا لو بتلعب من غير الشاحن؟ يعني لو بتلعب اللعبة من غير ما تحط الموبايل في الشاحن، الموبايل ده يختلف معاك صراحة اختلاف كبير ويلاحظ وحلو. الموبايل بس مش لدرجة ان الموبايل يتلج، هو المبرد هيحافظ على درجة حرارة الموبايل العادية، ان هو منها اضاءته ما تقلش ومنها الموبايل ما يسخنش وتعرف تمسكه. هل في بعض الاحيان ممكن الموبايل اضاءته تقل بسبب السخونية؟ احيانا ممكن بس هيرجع نفسه يعني في دقايق معدودة، هتلاقي الموبايل تاني رجع اضاءته تزيد. انما مع تجربتي ليه في الشحن، يعني حطيت الموبايل في الشاحن معاه، انا بشحن موبايلي براس سرعتها عالية، فالموبايل بيسخن سخونية جامدة، راس انكر 20 واط، والوصل هكذا بتدعم نفس الحوار. فسرعة الشحن العالية دي بتخلي الموبايل يسخن جامد، فالمبرد ده معملش اي حاجة. انما لو هتشحنه براس عادية ووصلة عادية ممكن يقدم معاك، يعني هيقدم معاك فرق صراحة. انما عشان انا بشحن بشاحن عالي فهو ما اختلفش معايا في الشحن، مع ان اصلا في الاصل ساعات كنت جايبه عشان الشحن، لان الموبايل بيسخن جامد في الشحن. بس زي ما قلت لك حل، لو انت معاك نفس الراس بتاعتي فهات لك راس عاديه واشحن بيها الموبايل اثناء اللعب، لو انت عايز تشحن الموبايل اثناء لعبك، يعني لو انت بتلعب لفترات طويله. يعني لو انت بتلعب لفترات قليله فالشحن كده مش هيفرق معاك يعني. طب نيجي لنقطه مهمه دلوقتي، هل الموبايل تقيل لدرجه ان انا ما اعرفش العب لما احطه واحس ان الموبايل تقيل؟ بص، هو المبرد بسم الله الرحمن الرحيم كده، المبرد زي ما انتم شايفين في الكاميرا هون، المبرد 68 جرام، مش كتير. يعني لو انت موبايلك كده كده، يعني اغلب الموبايلات بتبقى تقيلة سنة، فالوزن ده مش هيفرق معاك قوي. هل هحطه مش هحس بفرق ملحوظ؟ ده انت تحس صراحة، هتحس بس بحاجة بسيطة، مش قوي ومش يعني مش زيادة عن اللزوم ومش قليلة قوي، يعني حاجة في الوسط، مش هتحس بيه في نفس الوقت هتحس بيه. فلا هاته وانت مطمن، لان المباريات اللي اعلى من كده بتبقى تقيلة، واحتمال ان هي تعيق لعبك لو انت لاعب جيروسكوب وسريع وحرفشة والكلام بتاع اليومين ده اللي احنا بنشوفه في اللعبة يعني. فلو انت عايز حاجة خفيفة وتنفعك لو انت 60 فريم فيما اقل فانصحك بيه صراحة. بس لو انت معاك فلوس اكتر وعارف ان الوزن مش هيفرق معاك قوي، فهاتلك حاجة اعلى من ده. عندك حاجة ميمو سي اكس 08 برو، كويس جدا، سمعت كذا حد قال عليه كويس. في النهاية يعني بعد كل الهري ده، هل اشتريه لو انا 60 فريم فيما اقل ولا لا؟ فانصحك صراحة ان انت تشتريه، وهيفرق معاك فرق ملحوظ جدا، يعني مش قوي قوي ومش قليل قوي، فرق ملحوظ ووسط، وانت هتلاحظه صراحة. هتلاقي الموبايل مش هيسخن معاك والاضاءة مش هتقل. طيب عشان عارف ان في السؤال ده يجيلي في الكومنتات، انصحكم تجيبوه منين؟ صراحة انا مش انصحكم بمكان معين، لان انا المكان اللي جبت منه تعامله مش احسن حاجة، واتأخروا في الرد وكلام كتير كده، فانا مش هنصحكم بمكان معين. انتوا ابحثوا في التيك توك وشوفوا الناس اشتريته منين من اماكن كويسة واشتروه، وراجعوا على كذا حد، مش اول حد تلاقي تشتري منه، لان في ناس بتستغل الاسعار قوي. لان انا لقيت كمية تفاوت في الاسعار في المبرد ده بالذات غبية. يعني بلاقي فجأة واحد بيبيعه مثلا بورقة، او التاني بيبيعه باربع ورقات. ليه التفاوت ده؟ ليه كل ده يعني؟ ليه التجارة دي بالمعنى الاصح يعني؟ فالمهم في النهاية، هو حد يضحك عليك. ودي كانت مراجعتي كاملة عن ميمو 607. متنساش تعمل سبسكرايب او فولو على حسب المنصة اللي انت فيها.
اشوفك الفيديو الجاي. سلام.